هنا بيجي يقولك كسؤال في الانترفيو برضو، يجي يقولك هو ايه افضل طريقة ندي بيها اي بي للجهاز؟ هل الدي اتش سي بي افضل ولا المانيوال افضل ولا الابيبة افضل؟ طيب ندخل على النقطة التالتة، ودي النقطة المهمة جدا واللي في الغالب هتتسأل فيها في الانترفيو. يجي يقولك ايه هي عملية الدورة؟ عمرك دخلت على شبكة جديدة ولقيت جهازك خد اي بي اوتوماتيك من غير ما تكتب ولا رقم؟ طب عمرك تخيلت ايه اللي ممكن يحصل لو كل جهاز في الشبكة كان لازم نديله اي بي يدوي؟ وخاصة لو انت عندك مثلا شركة فيها 5000 موظف، اكيد فوضى كبيرة جدا وفي تضارب في العناوين واجهزة مش عارفة تتواصل وشبكة مش مستقرة. وهنا بيجي بطل قصة النهاردة، الا وهو الدي اتش سي بي سيرفر. هو اللي بيوزع عناوين الاي بي بشكل ذكي ومنظم، ومش العناوين بتاعة الاي بي بس، لا ده كونفيجريشن كتيرة جدا، وبيضمن ان كل جهاز ياخد عنوانه الصحيح في ثواني من غير تعب منك. ببساطة هو اللي بيخلي الشبكات تمشي بانسيابية وكأنها آلة متظبطة تمام. في الدرس ده هنتعرف مع بعض على ازاي الدي اتش سي بي بيشتغل خطوة بخطوة، ليه وجوده مهم جدا في اي شبكة سواء كانت صغيرة او كبيرة، وايه اللي بيميزه عن الطرق التانية لتوزيع الاي بي. خليك معانا. Don't you be afraid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معتز رجب وأنت على قناة هاكر ماستر سكول، وهنبدأ النهاردة نتكلم عن موضوع ال DHCP. ال DHCP من المواضيع المهمة جدا في منهج ال MCSA 2025، وده لسببين. السبب الأول لأن أنت بتحتاجه كتير في الشغل بتاعك وبيوفر عليك مجهود كبير جدا في الشبكة بتاعتك. ثانيا لأن بيجي فيه أسئلة كتيرة جدا في الانترفيو، لأن هو مهم جدا فالناس بتبدأ ان هي تسأل فيه. مبدئيا ال DHCP اختصار لديناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول، بالعربي كده بروتوكول التهيئة التلقائية للأجهزة، أو البروتوكول اللي بيبدأ ان هو يدي الأجهزة الإعدادات بتاعتها بشكل تلقائي. طيب الديناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول بيجي عليه سؤال مهم جدا في الانترفيو. بيجي أول حاجة يقولك ايه هي وظيفة ال DHCP في الشبكة، وبيكون دايما رد الناس رد ناقص جدا، بيدل على ان الانسان اللي بيرد مش فاهم DHCP كويس. اول ما بيسأله ال DHCP بيعمل ايه، بيقوله ال DHCP بيوزع اي بيهات. طيب ما هم كانوش يسموه DHCP، كانوا يسموه DHIB لو كان هو بيوزع اي بيهات. لكن ال DHCP السي هنا اللي هي الخاصة بكلمة configuration، ومعناها اعدادات كتيرة جدا. طبعا من ضمن الاعدادات دي الاي بي، فانت لو جيت ذكرت كلمة اي بي بس فانت كده بتحصر الكونفيجريشن كلها في ان هو بيوزع اي بي بس. لكن لو جيت بصيت لل DHCP هتلاقيه بيوزع حاجات كتيرة جدا، منها طبعا السبنت ماسك، الديفولت جيت واي او الدي ان اس والوينز وحاجات تانية كتير. الهدف طبعا ان الجهاز لما بياخد اي بي او اعدادات بدل ما بياخدها بشكل يدوي، انت بتبدأ تديها من خلال ال DHCP بشكل اوتوماتيك من غير ما انت ما تتدخل ومن غير ما انت ما تتعب نفسك. طيب في كان جزئية اتكلمنا فيها في الكورس بتاعت CCNA، بس هنا هنبدأ نتكلم فيها تاني في الحلقة بتاعت النهاردة، وده لأهمية الموضوع ده ولازم تكون فاهمه، ألا وهي طرق الحصول على IP أدرس. هنبدأ نتكلم عن طرق الحصول على IP أدرس، أو إزاي الأجهزة بتبدأ إن هي تحصل على IPهات. طبعا اتكلمنا في أول الدرس إن أنت تقدر تدي الIPهات بتاعت الأجهزة بشكل يدوي. يعني بتبدأ إن أنت مثلا تيجي تفتح مثلا السيرش وبتبدأ مثلا تكتب فيه ال ncba.cpl، وتبدأ بقى تدخل هنا كده وبتبدأ تضيف الإعدادات بتاعتك بالشكل اللي احنا بنكتبه ده.
دي كده اول طريقة او الطريقة المانوال اللي بنقدر ان احنا نكتب فيها او ندي بيها اي بي للاجهزة، الطريقة الستاتيك او المانوال. يبقى لما يجي يقولك انت ادي ستاتيك اي بي للجهاز ده، ناخد بالنا من موضوع الستاتيك اي بي والبابليك اي بي والحاجات دي، علشان في ناس كتيرة جدا بتبدأ ان هي تتلخبط ما بين المفاهيم دي. هنبدأ بعد كده نوضحها في درس تاني كده، مفاهيم الناس كتيرة جدا بتتلخبط فيها. طيب دي اول طريقة، الطريقة المانوال اللي هي او الستاتيك اللي بندي بيها اي بي. تاني طريقة معانا، ودي الطريقة اللي هي الشائعة جدا في بيئات العمل اللي هي في الشركات، الا وهي الدي اتش سي بي سيرفر. طيب الدي اتش سي بي سيرفر على فكرة يا جماعة، ممكن تبص تلاقي الراوتر عندك في البيت مثلا. انت عندك راوتر في البيت عادي جدا، الراوتر ده بيبدأ يلعب ادوار كتيرة جدا، من ضمنهم ان هو دي اتش سي بي سيرفر. يعني مثلا لما انت بتبدأ تجيب الراوتر اللي هو بتاع اتصالات مثلا عندك في البيت، او وي او اي شبكة، وبتبدأ تشغله، بتبدأ تدخل عليه، بتلاقي الدي اتش سي بي شغال عليه بشكل اوتوماتيك، وبيبدأ يديلك اي بي من غير ما انت تدخل وتدي اي بيهات. وده بيفسر ان انت لما بتجيب اي راوتر جديد مثلا من اتصالات، لو انت عندك جابه مثلا راوتر في البيت، بمجرد ما بتشغله بتقدر ان انت تكونكت عليه، واي حد بتديله مثلا اليوزر نيم والباسورد وبيكتبهم، بيلاقي نفسه خد اي بي اوتوماتيك ودخل على الانترنت. فالدي اتش سي بي ده الطريقة اللي هي الاوتوماتيك، اللي الجهاز سواء مثلا راوتر او جهاز مثلا مكنة سيرفر عندي، بتبدأ ان هي توزع الدي اتش سي بي ده، او اكسس بوينت. كل الحاجات دي فيها خصائص ان هي تقدر توزع اي بيهات في الرنجات اللي هي جاية معاها، او الرنجات اللي انت تحددها. وفي ناس مثلا بتيجي في البيت مثلا هم شغالين مثلا 5 اجهزة بس، بيروح حاصر 5 اجهزة بس اللي هي تتوزع دي اتش سي بي. بعد كده اي حد يجي يدخل اليوزر نيم والباسورد ما يلاقيش اي بي. ودي الطريقة يعني بيحدوا بيها شوية من طرق اللي هي الاختراق للاجهزة بتاعة البيت. طيب تالت حاجة، طيب احنا دلوقتي جينا ادينا مانوال اي بي بايدينا، او كتبنا اي بي بايدينا، والطريقة التانية خدنا دي اتش سي بي هو اللي بدأ يوزع اي بي. طيب لو ما حدش ادى للدي اتش سي بي، لو ما حدش ادى مثلا لجهاز الكمبيوتر ده مثلا اي بي مانوال، وما فيش دي اتش سي بي سيرفر، ايه الحل؟ قالك والله هيروح لتالت اختيار معانا، الا وهو الابيبة. الابيبة يا جماعة دي اختصار للاوتوماتيك برايفت اي بي ادريسنج. بمعنى ايه؟ طيب بمعنى لما الجهاز ما يقدرش يوصل لاي دي اتش سي بي، بيبدأ يختار اي بي من نفس الرينج اللي هو بتاع ال 169.254.x.x. يعني ما ينفعش يكون قاعد من غير عنوان. يبقى لو محدش اداله عنوان يدوي ومفيش دي اتش سي بي سيرفر علشان ياخد منه اي بي، بيروح مد لنفسه اللي هو الاي بي الابيبه اللي هو ال 169.254.x.x. .x دي طبعا مفتوحه قدامك، تحط 1.2 5.10 20.50 اي رقم تاني بتبدا تحطه في التو اوكتت الباقيين. طيب رابع طريقه كان حاجه اسمها البوت اب، ودي طبعا قديمه ومش شائعه دلوقتي خالص. طيب بالنسبة لموضوع ال 169.254، لو أنا فتحت جهاز ولقيت ال 169.254 يبقى أنا كده يا إما الكيبل بتاعي فيه حاجة فمش واصل للدي اتش سي بي سيرفر اللي معايا في الشبكة، أو في مشكلة ما في الجهاز بتاع الجهاز اللي هو كارت الشبكة نفسه، أو حاجات تانية كتيرة جدا هنتكلم منها عن دروس الترابل شوتينج بإذن الله في الدي اتش سي بي، ازاي لما يبقى عندي مشكلة في الدي اتش سي بي نصلحها. طيب ندخل على النقطة التالتة، ودي النقطة المهمة جدا واللي في الغالب هتتسأل فيها في الانترفيو. يجي يقول لك ايه هي عملية الدورة؟ الدورة دي يا جماعة بتتم لما الجهاز بتاعك بيبدأ يطلب اي بي من الدي اتش سي بي سيرفر. فعلى سبيل المثال مثلا لو احنا بصينا مثلا الشكل اللي قدامنا ده، هنلاقي فيه جهاز وليكن اللي هو جهاز اللابتوب، بيبدأ ان هو يدور على مين؟ على دي اتش سي بي سيرفر علشان ياخد منه الايه، ياخد منه الاي بيهات. تمام، فاحنا عندنا دلوقتي حاجه اسمها دي اتش سي بي كلاينت ودي اتش سي بي سيرفر، ما بينهم بتدور عمليه اللي هي الدوره دي.
فلو جينا بصينا مثلا هنا على موضوع الدورة هنلاقيه اختصار لديسكفر واوفر واكنوليدجمنت. دول الاربع عمليات دول هم اللي بيبدأوا ان هم يوفروا لأي جهاز مش اي بي ادرس بس، لكن ممكن يوفروا له معلومات تانية كتير. طيب زي ما قلنا قبل كده ممكن يوفروا له ايه؟ الديفولت جيت واي اي بي اللي هو زي الراوتر بتاعنا مثلا كده، او ممكن يوفر له كمان سبنت ماسك اللي هو بنستفيد منه ايه؟ ان هو بيقسم لنا الاي بي ادرس لنتورك بورشن وهوست بورشن او هوست ادرس ونتورك ادرس. كمان بيقدر يدي زي ما قلنا الدي ان اس، يعني ممكن نبدا نوزع على كل الاجهزه اللي تكونكت بينا 4 تمانيات كدي ان اس سيرفر اللي هو بتاع جوجل. فكل ده معلومات يقدر ان هو يعملها، بس ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا، ان هو بيبدأ يدي الحاجات دي لجهاز الكمبيوتر كإيجار وليس كملك. يعني لما بيروح ياخد مثلا اي بي من الدي اتش سي بي سيرفر هو بياخده لوقت معين، وبعد الوقت ده ما بيخلص لو الجهاز لسه شغال وعايز يبدأ يجدد بيروح يعمل العمليات تاني من الأول، وبيبدأ يطلب مين اي بي تاني من السيرفر علشان يبدأ ان هو يجدد له بمعنى أصح الوقت تاني. فطبعا الموضوع ده كمان لو احنا بصينا هنلاقيه بيتم من خلال جهاز الكمبيوتر. هنلاقي في جهاز الكمبيوتر لو جبنا التاسك مانجر هنلاقي في السيرفيسز هتلاقي في حاجه اسمها دي اتش سي بي كلاينت، وهنلاقيه على طول باستمرار هنلاقيه راننج بيرن في الباك جراوند علشان يبدا يحسب ان بعد وقت معين بيبدا ان هو لو لسه محتاج اي بي بيبدا يروح تاني ويرجع للدي اتش سي بي سيرفر يقول له الدي اتش سي بي سيرفر جدد لي. وهي بتكون طبعا من نص المدة، يعني بيفضل قاعد لنص المدة. وليكن مثلا لو احنا مثلا محددينها تقدر كمان الدي اتش سي بي تخليه يوزع، هنشوف بعد كده واحنا بنعمل الكونفيجريشن تقدر تخليه مثلا يوزع او مدة الايجار بتاعته تكون زي ما انت عايز، يعني تقدر انت تتحكم فيها. وهنذكر السبب لما نيجي للحتة دي ليه هو سايب لك حرية التحكم في مدة الليز او الايجار بتاع الاي بي ادرس. وطبعا الكلام ده مش مجرد بس لجهاز الكمبيوتر بس، لا ده كمان ممكن البرينتر بيبقى واخده من دي اتش سي بي، وكمان خدمات زي خدمات الفويب بتبقى واخده برضو الدي اتش سي بي. طيب عمليه الذره بتشتغل ازاي يا جماعه؟ عمليه الذره مثلا هفترض ان انا دلوقتي جبت جهاز كمبيوتر لسه جديد وجاي رحت موصله في النتورك بتاعتي. الجهاز اول ما بيبدا يوصل بيقعد يزعق يقول يا جماعه في حد يقدر يديني عنوان، في حد يقدر يوفر لي عنوان اي بي ادرس علشان ابدا ان انا اخده. فبيبدا يبعت رساله لكل الاجهزه اللي في الشبكه علشان يبدا يدور على مين الدي اتش سي بي سيرفر لانه هو مش عارفه. فبيبدا ان هو يبعت رساله ليها، ويبدا بعد كده تيجي المرحله التانية. يبقى اول مرحله مرحله الديسكفر في كلمه دوره، اللي هو الجهاز اول ما بيدخل بيبدا يستكشف علشان يوصل لجهاز السيرفر. بعد كده بتيجي المرحله التانية اللي هو السيرفر بيبدا يلاقي في حد عمال بيدور على اي بي يقول له انا اهو انا اقدر ان انا ادي لك اي بي. وكمان زي ما قلنا مش بيدي اي بي بس، لا نقدر نخليه يوزع مور انفورميشن زي الجيت واي سبنت ماسك دي ان اس وحاجات تانية بس. طيب دلوقتي لما الجهاز ده بيعرض عليه يقول له انا اقدر اديك، بيعرض عليه تمام، يروح الجهاز اللي هو الكلاينت بتاعنا يعمل ايه؟ يبدا يقول له خلاص يا عم ابدا اديني الايه، اديني اي بي ادرس. يقول له ادي الاي بي ادرس اهو اللي هي في اخر عمليه خالص اللي هي الاكنوليدجمنت. يبقى دلوقتي ده الجهاز اللي هو اللابتوب بيروح للسيرفر والسيرفر بيرد عليه، وبعد كده الاي بي الجهاز الكلاينت بيبدا يطلب منه، والتاني بيبدا يديله يبروفايده بالمعلومات اللي هو محتاجها. طيب في حتة هنا مهمة جدا يا جماعة. دلوقتي احنا اتكلمنا ان في اكتر من طريقة ان احنا نبروفايد بيها او ندي بيها اي بي للاجهزة زي المانوال والدي اتش سي بي والابيبة. هنا بيجي يقول لك كسؤال في الانترفيو برضو يجي يقول لك هو ايه افضل طريقة ندي بيها اي بي للجهاز؟ هل الدي اتش سي بي افضل ولا المانوال افضل ولا الابيبة افضل؟ رد السؤال ده هيكون كالتالي. هتقول له والله احنا لو عايزين نعمل تحكم كامل وثابت في الاجهزة هنبدأ ندي مانوال اي بي، او هنبدأ ندي للجهاز كل جهاز هنديله اي بي ثابت بحيث ان احنا نبقى عارفين الجهاز ده
واخد ايه بالظبط، ودي ممكن هتبداوا تستخدموها بعدين في حاجات معينه في السكيورتي. طيب وبالنسبه للدي اتش سي بي، هتقول له والله لو احنا عايزين ندي مجموعه كبيره جدا من الاجهزه اي بيهات او عناوين او انفورميشن معينه دفعه واحده من غير ما نتعب، والله في الحاله دي الدي اتش سي بي هيكون هو الحل الامثل للموضوع ده. لان المانيوال طبعا لو استخدمناه هيبدا ان هو يكونسيوم تو ماتش تايم علشان تقدر ان انت تبدا تدي عناوين او كونفيجريشن للاجهزه دي كلها. طيب بالنسبه للابيبه، هتقول له في الابيبه دي مفيده جدا لو انت في حاله ان انت مش مدي للجهاز مانوال اي بي ولا دي اتش سي بي، فده بيحاول ان هو يخليه كونكتد في الشبكه مؤقتا لحد ما تبدا توفر له يا اما دي اتش سي بي سيرفر او تبدا تديله مانوال اي بي. ده كده كان رد السؤال في الانترفيو. طيب ترتيب الجهاز لما بيبدا يحاول ياخد اي بي بيبدا يحاول ازاي، او ايه الدرجات اللي بيبدا ياخد بيها اي بي؟ اول حاجه الجهاز بيبدا يبص في الاي بي المانوال بتاعه، يدور هل هو واخد مانوال اي بي ولا لا. لو مش واخد مانوال اي بي بيبدا يروح لمين؟ بيبدا يروح للدي اتش سي بي علشان ياخد عنوان. طيب هو لو لقى دلوقتي يا جماعه اكتر من دي اتش سي بي سيرفر في الشبكه بتاعته، ايه ده، هو ممكن اعمل اكتر من دي اتش سيرفر في الشبكه؟ ينفع. في الشبكات الكبيره عادي جدا ممكن تلاقي 2 دي اتش سي بي سيرفر، ممكن مثلا تلاقي كمان الفاير وول بيوزع دي اتش سي بي وفي جهاز سيرفر بيوزع دي اتش سي بي. طيب هو الجهاز دلوقتي لما يقوم هيبدا ياخد من مين؟ قالك هيبدا يدور على اقرب سيرفر، هيبدا ان هو يديله يعمل عليه ديسكفر ويلاقيه، وهيبدا ان هو يرد عليه. يبقى اول سيرفر هيرد عليه وهيديله اوفر، هيبدا ان هو ياخد منه الاي بي. طب لو الدي اتش سي بي مش موجود هيبدا ياخد ابيبه اللي هو ال 169.254.x.x. ده كده ترتيب الجهاز لما بيبدا يحاول ياخد اي بي. طيب السؤال برضو ساعات بيجي للجماعة بتوع السايبر سيكيورتي، يعني السؤال ده كان جاي للناس في الكورس اللي هو بتاع السي سي السايبر سيكيورتي بتاع الاي اس سي 2 اللي شارحينه على القناة. يقول له هو دلوقتي الدي اتش سي بي سيرفر لما بيبدأ بيشتغل على بورتات كام؟ لما الجهاز بيبقى من كلاينت السيرفر بيروح يشتغل من على اليو دي بي على بورت 67، اما لو جاي الرد من السيرفر لجهاز الكلاينت يبقى بيشتغل على اليو دي بي برضه بس بورت رقم 68. فدي نقطة مهمة جدا، والناس الادفانسد شوية بيتسألوا السؤال ده في الانترفيو، يقول له هو الدي اتش سي بي بيشتغل على 67 ولا 68؟ يجي يقول له لا 67 لو الجهاز رايح يكلم السيرفر، لكن 68 لو السيرفر هو اللي رايح يكلم الجهاز. فالنقط دي يا جماعة نخلي بالنا منها، دي اسئلة انترفيوهات ومفيدة برضو للناس اللي شغالة في السايبر سيكيورتي. طيب في حد جه سألني سؤال قال لي يا باشمهندس، هو احنا طيب دلوقتي لما نيجي ننزل الدي اتش سي بي سيرفر هل ينفع ان احنا ننزله على الدومين كنترولر ولا ننزله على سيرفر تاني مستقل؟ طبعا ممكن انت تنزل الدي اتش سي بي على نفس الدومين كنترولر بتاعك، لكن الافضل ان هو يكون على جهاز مستقل. طيب ليه؟ اول حاجه الدي اتش سي بي سيرفر يعني خدمه شغاله طول الوقت، فلازم تعمل نوع من انواع توزيع الحمل. الدومين كنترولر مش هيقعد بقى يعمل المهام بتاعته بتاع الدي اتش سي بي، لا، فانت لما بتبدا تعمل كل واحد فيهم على جهاز او سيرفر مستقل الكلام ده بيوزع الاحمال. تاني نقطه ودي اللي انا بعتبرها المهم او المهمه في المجال بتاعنا، ان هي بتبدا تبروفايد تو ماتش سكيورتي او امان اعلى، بتدي امان اعلى جدا في الشبكه بتاعتك. تالت حاجه انت بتدي لك مرونه في التوسع، لو حبيت ان انت تتوسع بعد كده بتبدا تدي لك مرونه في التوسع بتاع السيرفرات عندك، وبيكون افضل بكتير جدا. فالافضل دايما ان انت تنزل الدي اتش سي بي على سيرفر مستقل. وطبعا في حاجة مهمة جدا برضو نتكلم عليها، ان الدي اتش سي بي سيرفر لازم يكون عليه اي بي ستاتيك او مديله مانوال اي بي، لان الجهاز لازم يبقى عنوانه معروف وثابت علشان الاجهزة تقدر توصل له باستمرار. دي كده كانت محاضرة نظر النهاردة علشان نبدأ نعرف ان الدي اتش سي بي بيشتغل ازاي وايه المهام بتاعته،
والاسئله بتاعت الانترفيو بتاعته. وباذن الله المحاضره الجايه او الجزء الثاني هنبدا باذن الله ناخد الجزء العملي. اشوفكم باذن الله الحلقه الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.